هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في فيديو النهارده حابه اني اشارككم تخطيطي لشهر مايو. زي ما دايما بحب اشارككم تخطيطي الشهور اللي فاتت على الشانل بتاعتي. اتمنى تخطيط النهارده يعجبكم. هو سهل وبسيط جدا، واعتمدت المره دي هو مختلف شويه عن اللي فات، عشان من الشهور اللي فاتت كنت دايما بعمل بطريقه هي الجانك جورنال، بستخدم هو اني اقطع الورق وكده واعمل منه اشكال واعمل بيه البوليت جورنال بتاعتي. المرة دي حابة ان انا ارسم بايدي ويكون سهلة وبسيطة ما تاخدش وقت، وبرضه مبهجة بما اننا داخلين على صيف بقى وكده، فحبيت ارسم زي ورق شجر. ورق الشجر هو سهل كده في الرسم ومش بياخد وقت وكلنا نقدر نعمله، حتى لو احنا مش حابين نرسم مثلا زي زرع او كده او ورود. ممكن احنا نطبع الصور دي او اي صور تعجبنا تدل مثلا على بهجة وصيف وكده واشجار وورود، ونحطها نلزقها بدل ما نرسم. او ممكن يبقى ستيكر عندنا برضو نستعمله، هو حسب اللي احنا مرتاحين له حابين ان احنا نعمله وهيبقى اسهل علينا. انا المره دي حبيت ان انا ارسم بايدي، اغير شويه يعني من البوليت جورنال بتاعتي، وتكون بسيطه في نفس الوقت ومبهجه. نقدر نجيب الصور اللي احنا حابينها او حابين احنا نرسمها من على بنترست او اي موقع او من جوجل او اي موقع احنا حابين ندخل عليه عامه، وبرضو ممكن نطبع الصور من عليه ونحولها ستيكر او نطبعها واحنا نلزقها بجلو عادي جدا. اول انا بدات ارسم برصاص عشان لو في اي لخبطه او حاجه اقدر امسحها. بعد كده حددت بالقلم اسود واستخدمت لون اخضر داخل على زيتي شويه. هو هوريكم نوع القلم، ونوع القلم اللي هو الاخضر برضو الغامق لو حابين انكم تجيبوا زيه. هو اصلا قلم هايلايت مش قلم من الالوان او كده، انا استخدمت الوان الهايلايت اللي عندي. القلم الاخضر الغامق ده سن ريشه، برضو حلو قوي، بحب الون بيه عامه. هو الالوان دي انا بجيبها من مكتبه اسمها كمال سعد، لو حد في اسكندريه اكيد هيبقوا عارفينها، فالالوان دي هناك. الالوان دي موجوده في اي مكتبه عادي تقدروا تلاقوها، او اي مكتبه كبيره شويه هتقدروا تلاقوا الالوان دي، وبرضه هوريكم نوع الاقلام دي. او ممكن نستخدم اي قلم عندنا. انا نفسي استخدمت حتى اهو قلم هايلايت عشان ما عنديش لون اخضر اللي هو اللون اللي انا عايزاه ده اللي انا لونت بيه موجود في قلم هايلايت، فلونت بالقلم الهايلايت. هو اي قلم عندنا يفي بالغرض وهيبقى لونه حلو، عايزين نلون بيه. هو الحوار سهل وبسيط، مش محتاج ان احنا نعقد نفسنا او كده. باي قلم عندنا نقدر نعمل حاجه حلوه ومبهجه واحنا حابينها ان احنا نبقى عاملينها بنفسنا، وهتدينا برضو طاقه ايجابيه. وبدات برضو ارسم زرعه صغيره تانية جنبها، حسيت ان زرعه واحده بس مش كفايه، حبيت احط زرعه كمان. هنا اخترت الوشي تيب دول، هما لونهم اخضر وهو على شكل اصلا اوراق شجر وشكل الزرع كده، فحسيت هيبقى لايق قوي وهيبقى شكلهم حلو قوي مع الفايب، يعني الفايب اللي انا عاملاها في البولت جورنال بتاعتي. حطيت منهم كده كذا واحده يدي شكل حلو وبسيط. وفوق عملت كالندر صغيره لايام الشهر لان المكان ده فاضي فما حبيتش اسيبه فاضي كده. الصفحه التانية هبدا اعمل فروع شجر صغيرة على أطراف كده الورقة، وبعد كده هعمل الجدول بتاع الشهر للأيام عشان أكتب الحاجات اللي ورايا وأرتبها كده كل حاجة تحت اليوم بتاعها عشان أفضل فاكراها. بعد ما عملت المستطيل بتاع جدول الأيام هعمل تحت مربع صغير للنوتس والملاحظات اللي حابة أكتبها خلال الشهر ده. أنا عامة بعمله بيبقى صغير عشان هي بتبقى حاجات بسيطة، يعني عامة بتبقى ساعات حابة أكتب عنها ملاحظات. وبدأت برضو أحدد الجدول، وحددت الجدول بتاع النوتس. ولو انت برضو فروع الشجر وكده بالقلم الهايلايت بتاعي. النوتس طلعت منه اوراق شجر صغيره كده خالص، ولو انت بين الاخضر الغامق بجد شكلها كان كيوت قوي وعجبني. هنا اخيرا افتكرت اني اوريكم نوع القلم، الحمد لله.
والقلم الهدايا نوعه هو MG. انا مش عارفه الماركه دي، تقريبا نوع ياباني. وهنا بالقلم البني بدأت اعمل زي خط كده او ورقه، يعني تحديد كده من بره زي فان ارت كده لورق الشجر، يديها شكل كده مختلف. حبيت اعمل شكل مختلف، انا مش عارفه هي ايه الفكره دي، بس حبيت اعمل كده، يعني حسيت شكلها حلو. اعملوا دايما اللي تحبوه وتحسوا ان هو شكله هيطلع حلو معاكم، جربوا وعادي لو طلعت مش مظبوطه نغيرها، سهله، مش حوار يعني. طلعوا دايما اللي جواكوا وعبروا عنه. انا بحب اعبر عن اللي جوايا جدا بالرسم وبالجورنال. برضو دوروا عن شغفكم، بتحبوا تطلعوا اللي جواكوا ازاي. دايما حاولوا تنظموا يومكم، حتى لو مش بتمشوا على الخطة اللي انتوا حاطينها بالظبط او مش بتخلصوها كاملة، بس حاولوا واحدة واحدة هتلاقوا نفسكم بتعملوا اللي انتوا عايزينه، والخطة اللي انتوا كنتوا عاملينها فعلا كملت للاخر. اوقات هتفشل، اوقات لا، اوقات هنمشي عليها، اوقات لا، حسب ظروفنا وحسب وقتنا. فبجد ان احنا نحاول ونعملها بطريقة تخلينا احنا عايزين بجد نعمل الحاجات دي، يكون الشكل مبهج ويفتح نفسنا ان احنا نجرب. انا عن نفسي بيجي عليا اوقات كتير بكسل ان انا انظم الشهر بتاعي او ليومي، بس بحاول ادور على حاجه تشجعني اني اقوم، اني هقوم وارسم. انا بحب الرسم جدا، بيخليني اغير من مودي، او هعمل جورنال ده بيشجعني، او اني هصور فيديو انزله على القناه برضو ده بيشجعني ان انا انظم ليومي او للشهر بتاعي. فدوروا دايما على شغفكم والحاجه اللي بتساعدكم وتخليكم تقوموا تنظموا يومكم، حتى لو هتعملوا بس حاجات بسيطة، حاجات بسيطة على الأقل. بس كده، ده كان تخطيطي للشهر ده، هو بسيط جدا. أتمنى يكون عجبكم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. باي.